السلام عليكم. لو سمحت بس انا عندي مشكله وعايزك تقفي معايا. كنت بكشف والدكتور مش راضي يقول لي النتيجه بتاعه التحاليل، وبيقول لي خلي حد من اهلك او حد من اخواتك يكلمني علشان يقول له يعني ايه اللي في التحاليل وكده. فانا خايف وعايز اعرف، فممكن تكلمي الدكتور؟ تمام ماشي. يعني على اساس ان انت مثلا اختي او بنت خالتي، ان هو حد قريب يعني. عادي مفيش مشكلة. تمام ماشي. طيب ثواني. طيب هو بيرن اهو، اتفضلي. الو. ايوه يا دكتور، السلام عليكم. عليكم السلام، مين معاك؟ ايوه يا دكتور، انا اخته. ازيك؟ هو احمد جنبك؟ هو موجود جنبي، بس انا عايزه اعرف بس هو ماله او طب عنده ايه. ممكن تبعدي عنه بس شويه؟ معلش ثواني. التحاليل بتاعت احمد كلها بتقول ان هو عنده كانسر في الدم. انا ما رضيتش اعرفه علشان طبعا ما ينفعش اقول له خبر زي ده، فقلت له اكلم حد من اهلك. شوفي انت ممكن توصلها له ازاي. ايه علاجه طيب ولا ايه؟ الجلسه الجايه يعني يا ريت يجي ومعاه حد من يعني انت يا اما والدتك. طب تمام ماشي يا دكتور. ماشي. في حاجه ولا ايه؟ طب انت فين اهلك؟ انا عايش لوحدي. عايش لوحدك؟ اهلي مسافرين وانا قاعد هنا لوحدي. هو في حاجه؟ طمنيني. اطمنك يعني اقول لك ايه بس. هو الدكتورة بتقول ان انت عندي ايه؟ عندك كانسر. بجد ولا بتهزري؟ لا والله انا مش بهزر، بس ده اللي هي قالته لي. طب انت محتاج مساعدة؟ طب اساعدك طيب في اي حاجة؟ ما تزعلش، مش عايزاك تزعل وانا جنبك والله في اي حاجة، وممكن اجي معاك ليها وكده هي بجد قالت لك كده؟ والله ده اللي هي قالته لي، بس هو ده اللي ربنا كاتبه، وربنا لما بيحب حد بيخليه كده خير يعني. الحمد لله. انا مش عارف هعمل ايه. طب انت اساعدك في ايه طيب؟ ولا انا جنبك والله، انا اختك كبيرة ومعاك في اي وقت وعادي. انا بقالي فتره تعبان ومش مستحمل الفتره اللي هتيجي دي كمان، وانا قاعد لوحدي يعني اهلي مش معايا. طب انا اختك الكبيرة وانا معاك، شوف عايز تروح لها امتى وانا معاك والله في اي وقت. انا بجد انا مش عارف اقول لك ايه. انا ضايقتك معايا وحطيتك في موقف وحش والله جدا. ابدا ما فيش اي حاجه من دي، انا اختك وموجوده معاك في اي وقت، وشوف انت عايز تروح لها امتى وانا موجوده معاك وخير يعني. انا بس مش عايزك تزعل، دي اهم حاجه. طب انا مش عايز اتقل عليكي، بس خد رقمي معاك اهو وكلمني. انا اسف بجد، انا مش عارف اقول لك ايه والله. لا عادي والله ما فيش اي حاجه، انا بكتب لك رقمي. طيب بصي، انا عايز اقول لك على حاجه. احنا بنصور برنامج اسمه موطني، وحضرتك كنت معانا ضيفه الحلقه بتاعت النهارده. وبص على ايدي اليمين كده، هتلاقي في كاميرا جنب الشجره بتصور، تلاقي في حد بيشاور لك. بتهزروا ولا انت بتتكلم بجد؟ كل ده مش حقيقي، انا مش تعبان، وكل دي كانت تجربه اجتماعيه. وحضرتك تقدري تقولي لي ممكن اذيع المشهد ده ولا لا؟ دي موافقه؟ موافقه، بس بليز ما تعملهاش في حد تاني، عشان انا بجد انا خفت عليه. هو هدفنا بس ان احنا نشوف انسانيه المصريين والرحمه في قلوبهم، وانت حد جميل جدا. ربنا يخليك. باي.